انتش يما كمان ده حلمك من زمان، لو هسجد 1000 سنة برضه قليل قوي، احنا مع ربنا. انا مقتنع بكلامك، بس كان نفسي احاول مرة تانية، اتحدى نفسي مرة اخيرة، بس في الكلية اللي بحلم بيها. يعني تفتكر ان الزمن لو رجع بيك في حاجة هتتغير؟ اكيد، بس الزمن بيرجع. صح، بس انت عندك ميزة ان انت لسه فيه. يعني ايه؟ فارس فارس بين الأخذ من التراث والالتفات إلى ثقافة العصر. ما تصحى يا ابني بقى، الرجالة جمعت بين ده مش نوم، دي غيبوبة. إن هم يقلدوا القدماء. أخدت الساعة بتاعتك ها؟ في تعدد كتير أنا. الأغراض. سلام. في البدء بالقصيدة بالتشريع والبكاء على الأطلال، في استخدام مناجاة الصاحبين، في المحافظة على الوزن والقافية. كل ده يا جماعة اسمه الأخذ من التراث. يبقى هم أخدوا إيه من التراث؟ تعالى كده، أخدوا من التراث الحفاظ على الوزن والإيه. بابا، هو النهارده 22/5؟ ليه؟ لسه في فرصة تانية. فرصة ايه وايه المنظر ده؟ انت مش كان عندك كود نازل تجيبه الساعة 7؟ لكواد. ايه ده؟ هو في ايه ده؟ لسه في فرصة تانية، لسه في ماله فرصة ده؟ تانية، لسه في فرصة تانية. فتحت الباب يا مستر، اكتشفت ان عندك حق. الحياة مش فرصة واحدة بس، وانا مش محتاج ارجع بالزمن عشان انا لسه فيه. محتاج بس اقدر الفرصة اللي معايا عشان ما ارجعش اقول يا ريت. والمرة دي انا اللي هدي الحياة كده. في النتيجة وشايل هم، صدقني انت محتاج تسمعني عشان ترتاح. حبيبي واخويا، اهدى وصلي على النبي واسمعني. تفكر في نتيجة بايد ربنا تتعب، تفكر في مستقبل بكرة يكون عامل ازاي تتعب، تفكر في رزق بكرة تتعب، تفكر في اللي بايدك تعمله دلوقتي ترتاح. اسعى واجتهد. حضرتك عشان نثبت الكلام ده نلجأ لقصص الانبياء. قصة سيدنا نوح، دعا قومه اكتر من 900 سنة، اللي امن بيه شوية صغيرين. هل هو فشل؟ هل هو قصر؟ هل ربنا زعل منه؟ الإجابة لأ. لذلك أنا جاي لك وبقول لك، لما جه سيدنا نوح لقى بعد 900 سنة اللي آمن بيه شوية صغيرين، افتكر إنه مقصر، افتكر إن هو ما عملش اللي عليه، افتكر إن هو في حاجة ناقصة، افتكر إن ربنا يزعل منه. لكن ربنا قال له يا نوح دي مش بتاعتك، النتيجة دي بتاعت ربنا. هو اللي يخلي الناس كلها تؤمن، هو اللي يخلي الناس كلها ما تؤمنش، بتاعته مش بتاعتك. لذلك أنا جاي لك وبقول لك ما تفكرش في النتيجة، فكر في انك تسعى وتجتهد. فكر في الملزمه اللي انت لسه ما خلصتهاش، فكر في حضرتك في الحديثه اللي انت لسه سايبها، فكر في الدي ان ايه والار ان ايه اللي انت لسه مراكمه، فكر في العضويه الحاجات اللي عاوز تحفظها ما حفظتهاش، فكر في الحاجات اللي انت عاوز تخلصها وخلصها. شويه ورق قدامك تخلصهم، تسعى ليها وبس. تفكر في النتيجه تتعب، فكر في اللي بايدك تخلصه ترتاح. وربنا بيوصف في القرآن قد ايه سيدنا نوح تعب. ربنا بيوصف في القرآن ان سيدنا نوح دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهرا الى اخر الايات. خش ودور واقرا. ولذلك انا جاي لك وبقول لك اسعى واجتهد، واللي بايدك خلصه، والنتيجه بتاعت ربنا. اشوفك يا ابني دايما على خير. حبيبي واخويا واخواتي، صلوا على النبي، ربنا يقويكم. السلام عليكم. أنت المسؤول الوحيد عن مصيرك. ما تقوليش الظروف، ما تقوليش المجتمع، ما تقوليش الجندر، ما تقوليش الفقر، ما فيش أي حاجة. أنت مسؤول عن نجاحك أو فشلك. أنت المسؤول عن كل شيء في حياتك. النجاح مسؤوليتك الفردية، والفشل غلطتك الشخصية لأنك كسول أو مش شاطر كفاية. إحنا مش هنبص لظروفك الاجتماعية، مش هنشوف أنت بادئ منين وطبقتك عاملة إزاي، مش هنسألك عامل إيه، هنسألك عملت إيه. وطول ما انت بتمر باوقات صعبه اعرف فعلا ان ربنا شايفك، لان اي فكره ربنا هيجيبها لك في دماغك هو جابها لك في دماغك مش من فراغ، لا جابها لك في دماغك عشان انت فعلا تقدر تعمل كده. العقل البشري يعرف يعمل كده. فخليك مصمم وانت في اوحش فترات حياتك، اعرف فعلا ربنا شايفك في كل خطوه صغيره وكبيره، وفي كده كده هتنجح. فاستحمل وهندل اللي حواليك. مفيش حد مضطر ان هو يتغير عشانك، لا اتعامل.